السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ لكل الناس الحلوين اللي معايا على الصفحه، والناس اللي مش موجوده على الصفحه، والناس اللي بتتفاعل، والناس اللي ما بتتفاعلش، والناس اللي حتى ما بتعملش لايك ولا اي شيء خالص. جايه لكم فيديو جديد جميل جدا هيعجبكم جدا. شايفين مكنه الشيبسي اللي موجوده دي اللي ماليه النت وماليه المحلات؟ جبنا واحده زيها وهنشوف ايه حكايتها. هل هي فعلا بتطلع كل حاجه حلوه وشكلها حلو وسهله وسريعه كده، ولا ايه الحكايه؟ ويلا نشوف مع بعض الفيديو مع بعض. ما تنسوش اللايك والشير والمتابعه والاشتراك لو عجبكم الفيديو. اهي المكنه، ودي شكلها، ودي شكل العلبه بتاعتها. شايفينها كل الاجزاء بتاعتها موجوده عليها بكل اشكالها الاربع جهات اهو. يلا بقى نفتح المكنه ونشوف مع بعض الدنيا فيها ايه. يا رب تطلع حلوه وجميله كده زي ما بنشوف الفيديوهات بتاعتها. يلا بقى نبتدي نفك المكنه ونشوفها مع بعض، ونشوف اجزائها، ونشوف شكلها من جوه، ونشوف نوعها ايه المكنه الحلوه دي. هي زي ما انتوا شايفينها كده، هي من البلاستيك، ودي الوشوش بتاعتها ليها 3 وشوش، كل جزء او كل وش جزئين، يعني كل 2 شكل بعض بيتركبوا مع بعض. ده كده شكل السلاح وهو راكب. ابصوا راكب 2 من نفس الشكل. بنشيله بكل سهولة زي ما انتوا شايفين كده، وبنمشيه في المجرى وندخله تاني. اهم حاجة نطمن ان الوش ركب صح. اتعاملي معاها بالراحة، هتركب خالص بسهولة وسلاسة، مفيش بعد كده. اهو ده شكلها، هي كلها من البلاستيك، بس البلاستيك بتاعها قوي ومتين. السلاح بس من جوه هو من الاستانلس. وده الايد او الدراع بتاعها زي مكنة البسكوت كده، هتركبيه وتلفي الزرار ده عشان تربطي بيه الايد بتاعتها، ونتعامل معاها كأننا بنتعامل مع مكنة بسكوت بالظبط. ودي الفرشة، بعد ما بنخلص بنغسل المكنة وبنغسل السلاح وننظف بالفرشة دي عشان اي جزيئات من الخضار دخلت جوه بننظفها بكل سهولة. يبقى احنا معانا 3 اشكال للمكنة، وتدينا 3 اشكال لتقطيع الخضار والبطاطس. هنستخدمها بقى في اي خضار، جزر، خيار، بصل، بطاطس، كوسة، طماطم لو عايزة. يعني استخدامك ليها كأنه بدل الكبة بالظبط كده. احنا بنستخدم البطاطس في السلاح اللي انا وريته لكم، او الشكل اللي انا وريته لكم الاول ده هيدينا عبارة عن شرايط، وحلوة جدا السلاح ده، حلو جدا في تقلية للكشري اللي هو الورد للكشري. احنا بنحتاج منه كمية لما بتيجي تعملي الكشري للبصل، فتقطعي بيها البصل هتديك الشكل الجميل الرقيق ده، مع معلقة النشا وتقليهم بقى في الزيت، هيبقى ممتاز جدا ويوفر علينا الدموع والتعب بتاع البصل. هي ده شكل المكنة من جوه، وده شكل السلاح بتاعها وهو راكب من جوه. وهنحط واحدة من الجزر ونبتدي نشوف برضو شكلها. اهم حاجة ايديكي ما تدخلش جوه عشان ما تنسيش وصوابعك تتجرح. انا حطها على الترابيزة وعليها مفرش، فطبعا هي بتتحرك معايا شوية. ده شكل الجزر لما تقطع، طبعا بتنفعنا بقى في السلطة. عايزة تعملي خضار وتشوحيه، هتديكي سهولة. دي الكوسة. الكوسة طبعا عشان طرية شوية من الخضار الطري، فطبعا هتبقى سهلة معاكي. كل ما يكون نوع الخضار بتاعك طبعا طري، طبعا انشف حاجة شوية هي البطاطس. شايفة الكوسة نازلة بكل سهولة، مفيش بعد كده. كمان انت لو حطها على الرخامة هتقدري تتحكمي فيها اكتر مني. ده الخيار طبعا لعمايل السلطة هتنجز معاكي جدا. دي هتبقى بديلة في البيت للكبة. الناس اللي ما عندهاش كبة، كطبعا خضار ملهاش علاقة بقى باللحمة والفراخ والحاجات دي. شايفينها عملت لي الخضار بسهولة وفي وقت قصير قوي. عملت طبق خضار كبير جدا كده. احنا هنبتدي نفكها علشان نغير شكل السلاح، ونحط سلاح تاني ونبتدي نشوف شكله تاني. طبعا فكها وتركيبها برضو سهل.
كده انا بفك السلاح الاول، وهحط السلاح بتاع الشيبسي، ونلف ونركب السلاح التاني. ما تنسيش لازم تركبي السلاحين قصاد بعض، يعني مش تركبي سلاح واحد وتشتغلي، مش هينفع، لازم السلاحين. ونبتدي نركبها تاني زي ما ركبناها اول مرة. كانك بتركبي مكنة البسكوت اللي هي بتاعت زمان، اللي كنا بنربطها على الرخامة والحاجات دي. وكده حطيت فيها واحدة من البطاطس عشان ناخد شكل الشيبسي. البطاطس لازم تكون صغيرة متوسطة، يعني ما تخليهاش كبيرة زي انا ما حطيت. انا كان عندي البطاطس اللي عندي البطاطس الضخمة قوي، فطبعا كانت كبيرة على السلاح. فانت يفضل تجيبي البطاطس المتوسطة علشان تطلع معاكي الدايرة كاملة وسليمة. ما تضطريش تقطعي البطاطس لاتنين مثلا لنصين وتبتدي تعمليها. فما تكون متوسطة هتسهل عليك الدنيا وتديك الشكل المدور. ده السلاح الثالث او الشكل الثالث ده منه في المباشر العادية، اللي هي المبشرة اليدوية العادية دي. ده نفس السلاح، بس طبعا ده هيبقى أأمن ليكي وأسرع من المبشرة التانية. هتعملي فيها بقى البصل لو انت هتعملي تقلية، هتعصجي، عايزة خضار متقطع قطع صغيرة، سلطة متقطعة قطع صغيرة. ده هيديكي الشكل والحجم الصغير والأرق كمان. وده الجزر، بصوا سريعة سهلة، لو اتعودتي عليها مش هتستغني عنها خالص. هي مش متثبتة معايا قوي عشان انا حطاها على مفرش، هي عايزة رخامة وفيها زرار بيخليها تسحب الهواء، بتشفط الهواء فبتقفش في الرخامة فتخليها ما تتحركش. انا عملتها كده عشان تبقى في اتجاه التصوير وتشوفوها كويس، لكن لما تيجي تستخدميها خليكي على رخامة المطبخ. شايفة البطاطس والخضار طالع جميل ورقيق وسهل. يعني لو عندك عزومة، عندك كمية تاخديها معاكي المصيف الكميات. هنا البصل بقى لو انت هتستخدميه كتقلية ككشري، هتسبكي بيه، هيديكي البصلة الصغيرة اصغر من السلاح الاول اللي انا وريته لكم. هي اهم حاجة فيها انها سريعة وبتديكي خضار منتظم، اشكاله منتظمة كلها قد بعض ونفس الشكل. فطبعا انت بقى لو عايزة خضار وسلطة وحاجات حلوة كده وشكل جمالي. يلا بقى نقول ايه عيوبها، ايه مميزاتها، طلعت عاملة معانا ازاي. اول حاجة هي فيها 3 اجزاء، كل جزء كل شكل ليه جزئين، يعني الاتنين دول شكل، الاتنين دول شكل، الاتنين دول شكل. الشكل الوسطاني ده انا شايفاه شكل عملي جدا وهتحتاجيه كل يوم. هو الشكل الوسطاني هو اللي هيعمل لنا الاشكال دي كلها. احلى حاجه فيه ان هو يعمل لك البصله للكشري للتقليه او الورد بتاع الكشري عشان بنعمل منه كميه كبيره وبيتعب عينينا. ده هيبقى اسهل حاجه. ده الشكل بتاعه، لو طلع لك البصله بالمنظر ده هتبقى شكلها جميل وممتاز. تاني حاجه للسلطه هتبقى موجوده معاكي كل يوم، هتستخدميها كل يوم للسلطه لان هي قطعت معايا البطاطس، الجزر، البصل، الخيار، الكوسه باشكالها حلوه والحجم بتاعها حلو. الاكلات الحلوه الخفيفه اللي انتوا بتشوفوها على النت، الاومليت مع الخضار المتقطع طرنشات رقيقه والحاجات دي، الناس كانت بتقول هم صعب قوي ان احنا نقطع الاشكال دي بايدينا. هي هتسهل عليكم وهي هتقطع لكم اي خضار انتوا عايزينه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا شايفه ان الشكل ده شكل عملي جدا هتحتاجيه يوميا كل يوم في مطبخك. الشكل التاني اللي هو الجزء بتاع الشيبسي، اهم حاجه وانت بتستخدميه هتستخدمي له البطاطس الوسط، ما تبقاش البطاطس كبيره ضخمه اكبر من العلبه بتاعتها هتتعبك. لا، خلي الواحده وسط علشان تتقطع معاكي تاخد قد السلاح بتاعك، هتطلع معاكي مدوره وكويسه. انا علشان البطاطسايه كانت كبيره وضخمه قوي على السلاح. الشكل الثالث اللي هو الشكل ده، ده الشكل اللي في المبشره العاديه،
ده هيقطع معاكي البصل. لو انت بقى عايزه تبشريه، الخضار، الطماطم، الحاجات دي كلها هتقطعها لك او تبشرها لك باجزاء صغيره جدا. تاني حاجة هي تنظيفها سهل سريع، ما فيهاش اي حاجة. هي المكونات بتاعتها من البلاستيك كلها. البلاستيك اللي فوق ده قوي وجامد، والبلاستيك الاخضر ده برضو جامد وقوي. الزرار ده احنا ما اتكلمناش عنه. الزرار ده انت بتلفيه لو بتستخدميها على الرخامة بتاعة المطبخ بتاعك، وده هيكون افضل حاجة ان انت تستخدميها على الرخامة وتلفي الزرار ده معاكي، علشان ده هيشفط الهواء من تحت ويثبتها ويخليها ما تتهزش معاكي زي ما كانت بتتهز شويه برضو معايا، فتشفط الهواء فتمسك في الرخامه بتاعه المطبخ. اجزائها كلها كويسه. اهم حاجه في التنظيف انت كل ما تستخدميها بتغسليها كويس وتنشفيها، وبعدين تغلفيها تاني في العلبه بتاعتها باجزائها علشان تحافظي عليها. انا شايفاها ان هي حاجه عمليه، لو هتستخدميها كل يوم في المطبخ هي عمليه بالنسبه لك. هتاخديها معاكي المصيف لان هي خفيفه، حجمها مش كبير قوي، تتاخد طبعا في اي شنطه عاديه. فهي انا شايفاها كويسه، وسعرها 300 جنيه برضو، السعر بتاعها مش غالي. هتنفع معاكي قطاعة بصل وخضار وشيبسي وحاجات كتير. ده اللي بيحافظ على ايدك. اول ما بتلاقي الثمرة بتاعتك نزلت لتحت ما تحطيش ايديكي وصوابعك علشان ما تتأذيش منها او تتجرحي او تتعوري، فهنستخدم دي هي تضغط. لكن انا لو جزرايه كبيره او خياريه كبيره وعاليه هفضل اضغط 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 لحد ما اوصل هنا، اروح مدخله دي وهي بقى تضغط وانا احمي ايدي. فهي امنه، ممكن الاطفال يستخدموها، الكبار يستخدموها، سريعه، موفره للوقت، موفره للمجهود، بتديني اشكال حلوه. لو انا بقى عاجبني التيك توك والاكلات والحاجات الحلوه اللي احنا بنشوفها دي، هي هتعمل لي الاشكال دي كلها. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك، الشير، التفاعل والاشتراك، وقولوا لي عجبتكم ولا لا. مع السلامه.